دي مجموعة من الصفقات اللي فشلت مع النادي الأهلي. محمود وحيد من اللعيبة اللي هي ما عملش أي حاجة تذكر مع النادي الأهلي، وقالوا في الآخر إن هو بيلعب بابجي، وكانت حاجات غريبة كده ظهرت عليه. هندريك ده جه ما لعبش أساسا، يعني ما افتكروش أي حاجة غير صورته في استاد بطرسبورت. غير كده ما تعرفش عنه أي حاجة، ولا هو كان لعيب ولا مش لعيب، ولا تسمع عمل إيه بعد الأهلي. جونيور ده من المهاجمين اللي مش شكل مهاجم، وجاب جون في المصري البورسعيدي، وبعد كده ما سمعناش عنه أي حاجة خالص. صلاح الدين ساعته ده أسطورة الفترة دي، ده بالنسبة لي ده من الناس اللي كانت ممكن تخلينا مش عايز اتفرج على النادي الاهلي تاني اساسا. طارق منبوي ده اتفرجت عليه الماتش ده تحت الشرطه، جاب جون وقلت بره ده هيكسر الدنيا وكل حاجه. اصابات ولا تعرف عنه حاجه. وسوكونان ده لاعب مات يعني، بس اتكلم عن مستوى الكوره، كان من اللعيبه اللي ما اتذكرتش. عبد الله الشامي ده ما تعرفش اصلا هو لاعب ولا مش لاعب، وراح المصري برضه ما لعبوش، تفهمش عنه اي حاجه. الراجل ده جه مصر ومشي، ما تعرفش هو لاعب ولا لا.